نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، ذكرنا في الخطبة السابقة أن هذه الدنيا دار فناء، وأن الآخرة هي دار القرار والبقاء. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فإن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل حي سيفنى، وكل جديد سيبلى، وما هي إلا لحظة واحدة تخرج فيها الأرواح إلى بارئها، فإذا العبد في عداد الموتى. إذا عاش الفتى 60 عاما، فنصف العمر تمحوه الليالي، ونصف النصف يذهب ليس يدري لغفلته يمينا وعن شمال، وثلث النصف آمال وحرص وشغل بالمكاسب والعيال، وباقي العمر أسقام وشيب وهم بارتحال وانتقال. فحب المرء طول العمر جهل، وقسمته على هذا المثال. ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في سهو ولهو وسبات، بينما أنت في غيك حتى قيل مات. نعم والله، ذهبت الشهوات ومضت الملهيات، وبقي التبعات، وطويت صحيفة العبد على الحسنات أو السيئات. والموت ليس نهاية الحياة، بل هو بداية رحلة طويلة إلى الدار الآخرة، ومن مات قامت قيامته. إذا مات الإنسان نزل أول منازل الآخرة، وهي القبر، وسوف يسأل عن ربه، عن دينه، عن رسوله، وعن علمه، ماذا عمل به. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. أفرمي نزلت في عذاب القبر، يقال ربي الله وديني دين محمد، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قفال وجماعتك فرميانا في الحياة الدنيا أي في القبر، لأن الموتى في الدنيا يعني أنهم في الدنيا إلى أن يبعثوا. فيكون القبر جاءوك قبركت، فيكون القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، نعوذ بالله. ينزل فيها العبد وحيدا فريدا لا أنيس له ولا رفيق إلا عمله الصالح. لا تزال الأرض تستودع ما يدفن فيها من الأموات حتى يشاء الله أن تقوم الساعة. كل ما تراه عيناك سيفنى، لن تبقى القوة البشرية ولا القدرات التكنولوجية ولا وكالاتهم الفضائية ولا مراكبهم وأقمارهم الصناعية. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر ماذا يؤمر من الله عز وجل. يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. يوم ينفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خلقي خوای تعالى فرمي أي خلقينا خوتان بپاريزن
خۆتان بپارێزن لە نافەرمانەکانی پەروەردگارتان بەڕاستی بوومە لەرزەی ڕۆژی قیامەت شتێکی زۆر سامناک و گەورەیە. ئەو ڕۆژەیە کە ئینسان براینە لە دنیاە ئافرەتی شیردەر لە هەموو کەسێ زیاتر بەدەمی مناڵەکەوەیەتی، زۆر مناڵەکەی خۆی خۆشەوێ، شیری پێ ئەدا و زۆر لە دڵیا عەزیزە. بەڵام لەو ڕۆژە خوای تەعالا ئەفەرمێ یەومە تەذهەل كل مرضعة عما أرضعت. والله هەموو شیردەرێ لەو ڕۆژە مناڵەکەی لەبیر ئەچێ، مناڵە شیرخۆرەکەی خۆی لەبیر ئەچێ. وتضع كل ذات حمل حملها. تەنانەت ئافرەتی دووگیان لە ترسی ئەو ڕۆژە بەرەکەی خۆی ئەخا و مناڵەکەی ئەخا. وترى الناس سكارى. خەڵکی لەو ڕۆژە هەمووی سەرخۆشن. وما هم بسكارى. خۆمەیان نەخواردەتەوە مادەی بێهۆشەیان بەکار نەهێناوە. بەڵام ولكن عذاب الله شديد. بەڵام عذابی خوا زۆر سامناک. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء